يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء الهنا. كل سنة وانتم طيبين بمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دي بقى بصوا حاجة كده سريعة تعمليها في العشاء، تعمليها في الفطار. بصوا تحفة وسهلة وسريعة. يعني آخر يعني الجوع بتاع بالليل ده أو بالنهار أو بأي وقت، والله العظيم يعني هي كلها مكونات حلوة جدا جدا يعني، ومغذية جدا. هنعملها مع بعض ونشوف عملناها ازاي. بصوا، يا سلام، يا سلام، ده الحشو اللي جوه كفايه، كفايه بس. طعمها تحفه وجميله وكل حاجه فيها. وهنشوف دلوقتي عاملينها ازاي باللحمه المفرومه وبالعيش وبكل حاجه. مليانه مكونات فظيعه من جوه، وسهله وسريعه، ولا حل بقى نعجن ولا نجيب بيتزا من بره ولا الكلام ده كله. ده المخلل اللي انا كنت عاملاه، طبعا الزيتون عاملاه من السنه اللي فاتت، تحفه وجميل جدا، ولسه عندي باكل منه. عشان كده انا ما جبتش زيتون السنه دي وعملته. علشان كده هو يعني لسه عندي. بصوا بقى المكونات هنا: حبه الزيتون اللي انا عاملاه مع الفلفل مع الليمون وخرطته، يعني قطعت خرط صغيره كده. معانا 3 بيضات ومعانا طماطميه واحده كبيره قطعتها. وهنا في الوصفه دي مش هنستعمل الملح خالص لان اللحمه المفرومه فيها ملح، والزيتون طبعا حادق، والليمون مش هحط ملح خالص. هاخد منهم كذا معلقه كده واحط ال3 بيضات عليهم. عايزه تعمليها ببيضه واحده اعمليها، عايزه تعملي ب5 اعملي، فبراحتك انت بقى. يعني البيض ده حسب ما انت عايزه. وهنقلبهم كلهم كده على بعض، واحط حبه فلفل اسود بس. انا مش محتاجه حاجه تاني، كل حاجه في الزيتون اللي انا مخللاه والليمون وكله، فانا محتاجه بس ايه؟ فلفل اسود بس عشان زفرت البيض. وهقلبهم كلهم مع بعض كده. هنا بقى بصي، الكاميرا اتقلبت مني ازاي بقدرة قادر، والله ما اعرف. وانا بسجل وبمنتج دلوقتي لقيتها كده، قلت والله العظيم لا حطاها. لان انا امبارح برضه عملت بطة وعملت محشي وعملت حاجات كتير وصورت، وفي الاخر والله العظيم ما في حاجة اتصورت. فقلت انا بصوا هحطها، يعني هحطها وانت بتتفرجي اقلبي التليفون على الناحية التانية، هتطلع لك مظبوطة جدا. انا جربتها. هنا البيض الخليط بتاعي حطيت له حته سمنه بلدي في الطاسه كده، وايه، وحطيتهم. سمنه بلدي بتديها طعم حلو، على حبه زيت مثلا لو انت عايزه، وحطيها وحطي لنص الخليط. وبعدين اعملي العيش الشامي كده او العيش البلدي، افتحيه كده واعمليه على الناحيتين كده، يعني طلعيه كده من بعض وحطيهم. انا عندي هنا لحمه مفرومه وقلت احطها. عايزه تعمليها برضو بفراخ بانيه، تعمليها بلانشون، تعمليها ببسطرمه، اعملي. عندي الجبنه دي جبنه الحمد حلوه جدا جدا، هحط برضو عليها جبنه موزاريلا كده. انا زي ما بقولك اقلبي التليفون الناحيه التانية هتلاقي تعدلك حلو جدا. هنا حته جبنه رومي كده لقيتها في التلاجة برضو 3 شرايح كده، رحت حطاهم. ما انا قلت بقى بس عايزه ايه بقى، يعني الفطيره دي تبقى حاجه كده تحفه. نص الخليط التاني هروح حطاه. وهجيب رغيف عيش، يعني كل دوت رغيفين عيش بس اللي حطيناهم، رغيف عيش برضو هقسمه كده نصين وهروح حطاه. دي بقى ولا محتاجة عجينة ولا محتاجة عجن ولا محتاجة حاجة، والمصحف جميلة جدا جدا، جربيها وسهلة وسريعة. هنا بقى هحط بقى، لا كل ده 3 رغيف عيش، حطيت هنا رغيفين. عايزة اغطي كلها كده. مش عارفه ايه حكايه التصوير معايا، والله العظيم كل ما اصور حاجه اكلتين الاسبوع ده وما يعني ما تصورتش معايا، يا تطلع مقلوبه يا تطلع، انا مش فاهمه في ايه، يا ما عنديش مساحه خالص، يا الاكلتين باظوا. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فدي جيت عند دي ونفس الحكايه هي بتعمل، فقلت لا انا الحق نفسي بقى واقول لكم يعني ايه، اتفرجوا بالمشقلب يعني. هي دي بس اللي عند البوتاجاز يعني، هي اللي معموله كده. لكن الباقي بتاع امبارح واول ما تصورش خالص يعني، الحمد لله. فهنا حطيت الجبنه الموزاريلا من فوق مع اللحمه المفرومه تاني. براحتك، عايزه تقطعي شرايح طماطم حطي، عايزه تقطعي شرايح فلفل حطي. انا هنا قلبتها
وهحط حته سمنه تاني، بس هنضف الصينيه كده، واحط حته سمنه تاني وبس، وهنقلبها ونحطها وهنهدي عليها خالص. وما خدتش متهيألي كلها على بعض كده، ما خدتش بالعمايل بكله اقل من 10 دقايق يعني. وهتاكلي احلى اكله معاها بقى، حبه سلطه معاها، بيبسي، مع اللي انت عايزاه بقى. واقلبي كده وحطي وهدي بقى وغطي. بصوا شكلها تحفه. وهدينا عليها وخلاص، ما خدتش ثواني. بتعمل كده البقبقه اللي جوه دي بقى من الجبنه، حاجه كده فظيعه. بصوا هقلبها بقى هنا، ومش بصوا في ثواني يعني. اعمليها بس من الجناب كده واقلبي بقى. بصوا جميله جدا. وقطعي بقى كأنك بتقطعي بيتزا، بالقطعه بقى بالسكينه زي ما انت عايزه. قطعي خرط البيتزا نفسها كده وخلاص، وكلي بقى وخلصت الشغلانه. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي عليه افضل الصلاه والسلام. امبارح عملنا الموسم بتاعنا بقى، والبط والمحشي والشغلانه، وزعلانه جدا ان ما تصورش. يلا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. بصوا تحفه وجميله وكلها مغذيه جدا، عشاء فطار غدا، لان مكوناتها حلوه جدا وسهله وسريعه. عايزه تعمليها بعيش بلدي اعمليها. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين للمره الثالثه او الرابعه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.